يا مساء الورد، ايش حالكم؟ شو اخباركم؟ طبعا بسوي لكم توتوريال، بس توتوريال ناعم شوي بالنسبة لي. بالنسبة لكم يكون وايد اوفر، بس هالتوتوريال خلوه عندكم، خلوه مرجع سكرين ريكورد، تصورين من تلفون ثاني ايا كان. هذا الفيديو لازم يكون مرجع لكم للميك اب اليومي، او بالنسبة لكم الميك اب المناسبات. بالنسبة لي انا والناس اللي تتمكج بشكل يومي يعتبر ميك اب يومي. فخلكم معايا، الستبس وايد مهمات. الأساس نظافة البشرة بس. أوكي، أول شي ستيب 1، دائما استخدموا كسارة الرموش. دائما إذا أنت ديلي ما تركبي رموش استخدمي كسارة الرموش، عشان كل رمشة فيك تطلع يوم تحطين مسكرة. لأن في ناس رموشهم تجنن بس نازلة على تحت، نفسي أنا مش وايد على تحت، لكن أحتاج كسارات الرموش تطلع عندي كل رمشة ويصير فرق يوم أسوي مسكرة. في ناس تستخدم كسارة الرموش بعد المسكرة. هو مش ممنوع في الميك اب، ما في شيء ممنوع، لكن بيكون في ضرر للرمشة نفسها إذا استخدمتي الكسارة بعد المسكرة. ليش؟ لأن المسكرة ثقيلة على الرمشة، يوم تكسرينها عادي الشعرة نفسها تتكسر، يعني الشعرة نفسها يصير فيها نفس التقصف. فتستخدمين الكسارة قبل الميك اب. شوفوا الفرق. الحين يوم بيبقى مسكر رموشي اوريدي طالعة، فبتبرز بتطلع على برا، فدائما شوفوا اسويها بعد مرة ثانية. في ناس يحطون استشوار على كسارة الرموش وبعدين يستخدمونها، هذا الشيء يدمر الرموش، يعني كأنهم يسوون كيرلز حق رموشهم. ما ينفع، لأن الحرارة ممكن تكون قوية على الشعرة، شعرة العين غير عن شعرة الرأس، تكون أخف. فلا تحطون حرارة على كسارة الرموش أبدا، استخدموها مثل ما هي تكفي وتوفي. تشوفون كل رمشة عندي طلعت الحين، حتى لو ما أحط مسكرة أوريدي رموشي مرتفعة. فشوفوا الفرق. ستيب 1 كسارة الرموش. شوفوا كأني حاطة مسكرة، ما شاء الله ما شاء الله. الاهتمام بالرموش بعد جدا مهم، بس أنا اليوم ما بتكلم عن السكين كير، ما بتكلم عن اهتمامي بالرموش بالبشرة بأي شيء. اليوم ميك اب توتوريال بس. شوفوا كل شيء نتائجه تشوفونها بعينكم، يعني إذا اهتميتي ترى بتلاقين نتائج، سواء في البشرة ولا في الرموش ولا في الشعر. فكسارة الرموش تطلع نتائج الاعتناء بالرمشة نفسها. اوكي، في هالسفرة انا شايلة بس شنطتي. طبعا شنطتي الكل يسألني عنها متى بترد تتوفر. ما بترد تتوفر، انا اسفة، بس خلاص يعني بعنا منها ما شاء الله كميات جدا كبيرة، وكانت بصمة في حياتي ما بنساها. صارت سولد اوت وما بتتوفر. وحتى البالت مالي باقي منه كمية جدا بسيطة، بالت الميك اب اذا خلص ما بيتوفر، نفس شنطة الميك اب، فتلاحقوا على البالت. حرفيا حاطة فيها كل شيء احتاجه حق السفرة. طبعا بالت الميك اب مالي، فاونديشنات، اشياء قبل الميك اب، سكين كير، اندر اي كير، كل شيء كل شيء احتاجه موجود في الشنطة. فالشنطة تبارك الرحمن تستوعب وايد، فاللي لحقوا عليها هنيالكم، واللي ما لحقوا خلكم جاهزين للاشياء الجديدة اللي بتنزل. يلا بسم الله نبدأ. اول شيء ترطيب البشرة وتهيئة البشرة للميك اب جدا مهم. تبين ميك اب نظيف، ميك اب جلوي هيلثي، ترطبين بشرتك عدل قبل الميك اب. لازم، بالذات اذا انتي بشرة جافة، وكلنا بشرتنا تتغير في الشتاء. فاول شيء بستخدم دبل سيروم، سوري استي لودر، دايما على لساني دبل سيروم. دبل سيروم بعد وايد حلو، بس مش للي بشرتهم مختلطة. بستخدم سيروم استي لودر، هذا لجميع انواع البشرة سواء مختلطة دهنية جافة، لانه عبارة عن سيروم بسرعة ينشف، تمتص البشرة على طول وما يخلي الوجه اويلي، ما يخلي الوجه مدهن. فاحط من استي لودر السيروم اول شيء، وارطب بشرتي عدل عشان الميك اب ما يتشقق في وجهي، خلاص البشرة تكون متغذية.
رطبت البشرة. طبعا السيروم يوم تحطونه استي لودر 5 دقايق البشرة تمتصه، وتكستشر البشرة، ملمس البشرة يتغير على طول، يصير كأنه مخمل، كأنه بشرة بيبي، تصير البشرة وايد ناعمة. هذا على طول مع الاستخدام. وبعدين على المدى الطويل تلاقين ان بشرة صار فيها نضارة، شوي شدت، تحسين ان البقع الداكنة الموجودة في البشرة قامت تروح او تخف. الحين بستخدم الادفانسد نايت ريبير اي كونسنتريت، هذا بعد من استي لودر، احطه في منطقة تحت العين. منطقة تحت العين جدا مهمة، وفي وايد ناس يهملونها، جدا مهمة، لأن إذا ما رطبتيها بتخطط، إذا ما شبعتيها ترطيب بتخطط، بتتصبغ، بتطلع لك هالات، بتصير أمور، لأن المنطقة هاي تحتاج عناية، منطقة تعتبر حساسة جدا في الوجه. فتحطين من المرطب، واللي تعاني بعد من تصبغ فوق العين تحط شوي من المرطب اللي تستخدمه تحت عينها، سواء تستخدمين هذا ولا أي شيء ثاني انتي تبينه. أنا أموت على هذا، يجنن. والحديدة اللي فيه كأنها تسوي مساج حق البشرة، لأن السواد اللي يكون هني سببه جفاف، فضروري ترطيب المنطقة هذه بعد ببرودكت مخصص للعين أو منطقة تحت العين وفوق العين. أي شيء تحطينه هني يصير تحطينه هني. أوكي، الحين وهي صار جاهز للميك اب. شوفوا كيف الجلو، هذا من استي لودر، وايد حلو. هو اصلا مسواي حق الكبار، يعطيهم نتائج اسرع، بس انا صار لي فترة طويلة الحين استخدمه، يمكن 4-5 شهور، وايد شايفة نتائج حلوة عليه، ويمكن كم علبة مخلصة منه، صدق يستاهل. الحين شو بستخدم الحين خلاص خلصنا. شوفوا بنات، من استي لودر شيء احجام مختلفة. أنا اللي عندي 50 ml، في اللي أكبر 75 ml، هذا بعد عندي في البيت، بس هذا اللي أشيله وياي. وفي الأصغر 30 ml، فخلتشو دايما في الوسط. جربي إذا حبيتي خذي الحجم الكبير منه، متأكدة أنكم بتحبونه، لأنه ينفع حق كل أنواع البشرة، وايد نتائجه حلوة. هذا اللي أنا مواظبة عليه. طبعا مع الآي كونسنتريت من نفس البراند. أحب يوم أستخدم شيء عناية أستخدم اللاين كامل عشان أعطي البراند حقه. أوكي، خلصنا من تهيئة البشرة. هذا عبارة عن تهيئة بشرة، تحطين مرطب، تحطين كريم تحت العين، بس ما يباله يعني وايد، ما ياخذ منك دقيقة. الحين نروح للميك اب. يوم أنش الصبح ولا العصر أبى ميك اب كذي حلو جلوي، شخص يوم يشوفني يحس إني منورة، أستخدم الستروب كريم. هذا يجنن بمعنى الكلمة. تخلطينه مع الفاونديشن أو تحطينه على وجهك ككريم، وبعدين تحطين فوق الفاونديشن أو الكونسيلر. فظيع فظيع فظيع، دائما سولد أوت هو والأويل كنترول من الاثنين من ماك، دائما سولد أوت، بس استانست إني توني لقيتهم في البوتيك. الأويل كنترول هذا إذا أنتي بشرتك نفسي مختلطة، يعني هالمنطقة عندك تدهن، تحطين الأويل كنترول في هالمنطقة، أو أي منطقة عندك تدهن، وبعدين تحطين بعدين الستروب كريم على باقي الوجه، أو حتى على هالمناطق، بعدين تحطين الأويل كنترول. أنا بحط أول شيء الستروب كريم، ولقيتهم في البوتيك إذا حابين تطلبونهم دائما سولد أوت بدون مبالغة، دائما أصورهم وهم سولد أوت. فإذا حابينهم طلبوهم الحين، سعرهم ترى في بوتيكات أرخص عن سعرهم في البوتيك. أحط، شوفوا أول ما بحطه هذا فيه شاين، فيه لمعة شي جليتري، يخلي أي فاونديشن عندك جميل. إذا أنتي تحبين الجلو، أنا أحب الجلو، إذا بطلع الظهر العصر أحب وجهي شي يبين هيلثي، فأحط الستروب كريم من ماك. والحين بتشوفون مفعولة قدامكم، يرطب البشرة مع لمعة شي جميلة. شوفوا بنات، طبعا يستوي تحطينه كذي، ويستوي تمكسينه مع الفاونديشن اللي انتي بتستخدمينه، فظيع، يخلي
بشرة جلوي. حتى إذا مثلا ما تبين تحطين شيء، تحطين بس باودر وخلاص. شوفوا حطيت أنا من الستروب كريم. الحين بحط الأويل كنترول عشان هالمنطقة ما تدهن وما بكثر منه. ليش أحب الأويل كنترول هذا من ماك؟ لأنه مش سيليكون بيس. أي شيء سيليكون بيس على المدى الطويل بيخرب لك وجهك، بيفتح لك المسام. فدائما خذي الأويل كنترول أو البرايمر نفس الكريم، كذي التكستشر ماله يكون، تشوفون نفس الكريم، مش نفس السيليكون لونه شفاف ما له لون. لا، خذي شيء كذي كريم، تشوفون كريم عادي احطه هني. هذا ما بيخرب لي وجهي على المدى البعيد لانه ما في سيليكون فري برايمر. فانا احطه في هالمناطق عشان ما تدهن عندي، ويوم احطه ما اسوي تاتش اب بسرعه، يعني بدونه بعد نص ساعه احس انه وجهي يدهن، معاه بعد يمكن ساعتين 3 اشيل الباودر واسوي شي شوي. يعني صدق منه مفعول، بالذات للي بشرتهم مختلطه او حتى دهنيه. انا بس بحطه في هالمناطق لان هني اللي احتاجه بس. شوفوا المناطق على طول تطفي. متوفر، كان سولد اوت. اوكي شيخة اختي طالبة وينك باي ميم، هذا جل الحواجب. امس جربته وصراحة عجبني بس للأسف سولد اوت. ميم لازم توفرين كميات منه، صراحة عجبني. يعني ما كان يخلي المنطقة تتقشر أو يسوي لك نقط بيضة، لا، يرفع الحواجب بطريقة حلوة وسعره وايد مناسب، يعني سعره صدق حلو. فأخذ منه وأرفع الحاجب عندي. أسوي الحركة هذه مرتين، أول طبقة بعدين ثاني طبقة أرد أمشط، وبعدين الحلو إنها حاطة هني برش أمشط الحاجب وأثبت الجل. اوكي حطيت الجل على الحواجب. الحين اخذ في تو سايد، انا باخذ هذه اليابسة وبضغط على الحاجب عشان الشعر يثبت معاي، لان نحن شو نسوي بالعادة يوم نحط الجل بالصبع نضغط، فاذا في برش شي يابسة توفر علينا ضغطة الصبع وخلاص تثبت الحواجب. طبعا تتريون شوي ينشف وبعدين ترسمون الحاجب، اصلا هو بسرعة ينشف. يلا الحين نبدأ بالكونسيلر. أنا بشكل يومي ما استخدم فاونديشن، ما أحس أن أنا أحتاج، أصلا الكونسيلر أقوى من الفاونديشن بس أحط منه كمية بسيطة. كديلي يوز أحب أستخدم ميك اب فوريفر، وإذا في مناسبة وعندي ميك اب فوريفر أحط منه طبقتين. بستخدم فرشاتي رقم 3 وباخذ هذا وايد حلو حق السفر. شوفوا كل الدرجات اللي أحتاجها موجودة، أبا برونز، أبا لون فاتح، أبا كونتور، كله في باليت واحد. تاخذون هذا الباليت مع هذا الباليت 348 إذا ما خاب ظني. سعر الباليت الواحد في بوتيك ميك اب فوريفر 400 درهم، يعني تكونين خذتي باليتين بسعر جدا جميل. الحين أنور تحت الحاجب بالكونسيلر. حطيت اللون الفاتح تحت الحاجب على طول. الحين باخذ الدرجة هذه وبحطها تحت اللون الفاتح. عشان الحاجب ينظف معايا. واخليه شوي يمسك.
الحين باخذ فرشاتي رقم 4. هذه الفرشاة مسويتها حق الكونسيلر أو دمج الكونتور والبلشر. طبعا أنا عندي منها 2، لا سوري 3 لهالدرجة أحبها. واحدة حق الكونتور، واحدة حق البلشر، واحدة حق الكونسيلر. صدق فراشية خطيرة، حرام يعني إنها ما قدرت تتوفر، بس خلاص ما بيدي شي. أطبطب على الخفيف، ما أحرك وايد، يعني شي بسيط بس إنه يندمج في البشرة. طبعا إذا تبون تحطون كونسيلر هني حطوا، أنا ما أحتاج فما بحط، يعني ما أريد الميك اب، ما بسوي الألوان عشان إن أحتاج شي يثبتها، لا بيكون شي وايد حلو وايد طبيعي، فما أحتاج كونسيلر. كونسيلر متى نحطه؟ يوم في ألوان ثقيلة تدخل في، أو مثلا نبى المكياج يثبت فترة طويلة طول اليوم. أنا لا، أراد بعد شوي والستايل بيتغير. أوكي بهذه الطريقة. الحين أرسم الحاجب. أستخدم حق رسم الحاجب جل بنفت رقم 4، وايد حبيته، وايد حلو. رقمه 4، درجته تجنن، ما يتحرك من مكانه. هذا بوينت قوي، يعني إنه ما يتم ثابت، ما يسيح ما يتحرك. وحق الشعر بستخدم الايلاينر هذا بعد من بنفت، لونه بني، استخدمه في مقدمة الحاجب. باخذ فرشاتي رقم 9، فرشاة الحواجب. فرشاتي وايد رفيعة فتقدرون ترسمون على راحتكم. اخذ من جل بنفت، احتاج مراية دقيقة. والحين ابدأ برسم الحاجب. اوكي، نهاية الحاجب اطلع بخط حسب الرسمة اللي تبونها. أنا لأن نص حاجب عندي، فكل يوم رسمة معينة. أول شي يكون هذا الخط من تحت عشان تحددون الحاجب، تحددون قصة الحاجب بعد. وبعدين تسوون نفس المثلث، وهذه رسمة الحاجب تحددت عندي. وبعدين نعبي. طبعا أنا ما بعبي وايد لأنه برد بالايلاينر هذا، وبرسم شعرات عشان يبين ان فيني شعر مش شالة نص حاجبي، عرفتوا؟ رسمت الحاجب. الحين باخذ ايلاينر بنفت البني وببدأ ارسم شعرة شعرة. ابدأ من النص واطلع بشعرات رفيعة تندمج مع شعري طبيعي. طبعا انا احب شوي اقرب الحواجب لان على عيني يطلع احلى من الحواجب شوي اقرب. واروح هني الطرف احط شوي من الجل هذا او القلم. ورسمت الحاجب. طبعا انا احب اخفف من حدة الحاجب، بس بتشوفون هذا الشي بعدين لما بسوي البيس وكذي. الحين ببدأ بالشادو، خلكم مركزين معايا لان الشادو بسوي ناعم جدا، لون واحد او لونين وبس. الحين بستخدم الباليت مالي. طبعا انا عندي الاصدار جديد، انا غيرت الوان فيه فما بسوي لكم اياه، بس بخبركم الدرجات اللي بستخدمها لان نفس الدرجات. هاي لاتينا نفس الدرجات. استخدم لاتينا درجة كونتور اصلا، يعني درجة كونتور حق الوجه، بس تجنن اذا حطيتيها كبيس للشادو، يعني تحطين شوي منها بشكل يومي. مثلا ما تبين تحطين الوان، خلاص بس هذه درجة تكفيك. شوفوا تسوي كونتور للعين. فاحط الشادو بهذه الطريقة واسحب على برا عشان عيني تطلع مسحوبة وتمشي مع حاجبي، لان انا شايلة نص حاجب عشان اسحب العين.
فأسحب الشادو بعد على برا. طبعا الناس استخدم فرشاتي رقم 12. أحط الدرجة في المنطقة هذه، تشوفون حطيت لاتينا فوق العين. باخذ نتفة من فليمز درجة شي مايلة على البرتقالي البطيخي، وبحط فليمز في كسرة العين هذه وأدمج على طول. شي الشادو يكون فيه تاتش برتقالي، تاتش دفا، في العين تطلع أحلى. شوفون الحين بستخدم هذا الباليت من فونتانا كونتريني. الباليت هذا يجنن صدق حلو. باخذ الدرجة هذه بصبعي مع شوي من شل ألوان فاتحة. تقدرون تنورون بلون فيه لمعة أو لون مات نفس كذي. أنا اليوم خاطري مات، فأطبطب في هالمنطقة. طبعا لأني مش حاطة كونسيلر لازم كل شوي أحط زيادة، لأن المنطقة فيها رطوبة. هذه الطريقة. دائما اللون الفاتح سواء مات ولا فيه لمعة يوسع العين، يفتح العين. والباليت هذا وايد كريمي، وايد صدق يجنن. يعني سواء ألوان غامجة ولا ألوان فاتحة كلها تيكم كريمية. طبعا أكثر الأشياء اللي أنا أحبها من فونتانا سولد أوت. من متى مكلمت إنهم يردون يوفرون الأشياء. البرونزر، التنت اللي تحطينه كريم بس هو أصلا فاونديشن، البرايمر كلها سولد أوت. البودرة اللوس باودر من فونتانا فظيعة سولد أوت بعد. الحين أدمجه شوي عشان ما يكون في خط واضح. باخذ نتفة من الدرجة هذه بحطها هنا. الحين باخذ ايلاينر بنفيت. هذا الايلاينر وايد احبه. برسم لاين فوق عيني، لاين رفيع من بداية العين لنهاية العين عشان عيني ما تضيع. تشوفون العين ترسم تتحدد. بعدين على الطرف شو بسوي؟ شوي بعرض الايلاينر، ما بسحبه في مكانه، على نهاية العين اعرضه شوية. بعدين نتفة بسحب شي بسيط هني، سحبة مش مجمع، يعني بس لاين. تشوفون عشان أوسع مدى العين. هذه الطريقة. الحين آخذ فرشاتي رقم 15
خلوني اطلعها. فرشاتي رقم 15 والباليت مالي باخذ سموك مع شوكلت ميكس مع بعض، وادمج طرف العين. اوكي، الحين ادمج، اخذ اللون البني شوكلت وابدأ الدمج. واذا حسيت انه غبر معايا شوي احط اسود. والحين باخذ مسكرة بنفت. مسكرات بنفت وايد احبها، انا عندي هذيك وخلصت. كسرت الرموش مرة ثالثة بس اتأكد ان رموشي ترتفع قبل المسكرة، لان اذا حطيت المسكرة على طول خلاص بتمسك على نفس الشكل. مسكرة بنفت ومسك الرموش في عدل. اول شي الجذور، شوفوا على طول الرموش تطلع على طول ما تتعبكم. جذور اول شي، بعدين فوق وتحت. والحين ابدأ فوق وتحت بهذه الطريقة. بعدين امشط من تحت لفوق واكرر الحركة هذه مرتين. هذه المرة الاولى ترى ينشف مال دقيقتين، وارد اكرر نفس البروسيس. نوقف العين شوي، انا باقي بس تحت تركيب رموش طرف. طبعا انتو اي ستيب تحسونه خلاص مناسب حقكم وقفوا عنده، لان انا احط رموش. اي شيء ما يناسبكم لا تسوونه، وقفوا عنده الستيب اللي يناسبكم. عشان شي دايما يوم اقول لكم بسوي ميك اب خفيف بعد ميك اب خفيف بالنسبه لي انا، لان وايد ناس يوم اصور اقول هذا ميك اب خفيف، توتوريال خفيف، يقولون هذا خفيف. نحن نسوي هذا في المناسبات، نحن نسوي هذا في اعراس، اسوي هذا في عرسي. الناس يعني ستايلات، الناس مختلفين عن بعض، فدايما اقول ميك اب خفيف بالنسبه لي انا. الحين بستخدم فاونديشن ميك اب فور ايفر، بستخدمه ككونسيلر، بمكس درجتين، بحط كونسيلر في هالمنطقة وما بكثر، هو اوريدي خفيف. هذا الحلو فيه انه تبين زيادة زيدي عادي، بس هو رقم، هذه اللي حطيت فيها فرشاة رقم 3. الحين لين ما يمسك بحط كونتور حق خشمي.
من برش سيت ثانية. باخذ ميك اب فوريفر، باخذ ميكس، بخفف باللون الأبيض عشان يصير اللون جراي ما يكون برتقالي. أشوف اللون كيف، أيوة، وأبدأ أكنتر الخشم شوي. بالنسبة لي أنا كونتوري هو ما أغيره، حسب يعني نادر ما أغير الكونتور. أسوي لاين، تشوفون أنا الشادو أطلعه هني صح؟ لين هني، أخلي الكونتور يمسك الشادو اللي هني، يعني المنطقة هاي تكون شوي عريضة، تشوفون، بعدين أنزل خط سيدة لين هني، هني أوقف. ليش أوقف؟ طبعا لازم الكونتور يكون صح ولا خشمك بيبين معواي. أخذ شوي من اللون الفاتح وأضبط الكونتور. شوفوا أحط هني، أنا سويت هني لاين صح، تحت اللاين أحط نتفة كونسيلر. شو بيسوي؟ بيدز المنطقة هذه على داخل، بيعطي إيحاء إن الخشم بعد أضعف. خليه يمسك. الحين باخذ فرشاتي رقم 4 وببدأ أحط الكونتور. بحط نتفة من باليت ميك اب فوريفر، أخذت الدرجة هاي، نتفة بس هني عشان الوجه يدفى شوي لأني مش حاطة فاونديشن.
كونسيلر. الحين باخذ باليت ميك اب فوريفر، بحط البلاشر، بحط شي بينك وشوي نود ميكس، هذه الدرجة مع هذه. أطبطب فرشاتي رقم 4. والحين أدمج الكونتور أول شي، كونتور الخشم، ما أحركه وايد، دمج بسيط. بعدين البيوتي بلندر مالتي وين؟ بعدين اخذ البيوتي بلندر وادمج الكونسيلر اللي في النص، اشيل الزايد. والحين باخذ بودرة ماك، بس هالمرة بستخدم درجة NC 25. بالعادة استخدم NC 30 أو NC 35، بس اليوم أريد أنور فبستخدم فرشاتي رقم 8. باخذ البودرة وأبدأ أثبت الكونسيلر اللي أنا حطيته. أهم شي تاخذون كمية من الباودر، يعني تخلص ردوا خذوا، لا تخلون البقايا بس في الفرشة عشان ما يخطط. تشوفون كيف البشرة طالعة؟ طبعا السر انك تحطين البودرة على كامل الوجه عشان الوجه يبين متناسق. كامل الوجه تحطين عليه البودرة لو مش حاطة فاونديشن. بعد بحط البودرة تحت الحاجب، لاني حطيت كونسيلر وما ثبته، فاخذ من البودرة شوي واحطه تحت الحاجب. وصلت دعمت وفور. الحين باخذ فرشاتي رقم 7، باخذ اللاتينا من الباليت مالي. درجة لاتينا وايد حلوة، انها تنفع حق الوجه وتنفع كشادو حق العين. احط منها على الخط وكنتر شوي من المنطقة. والحين أكنتر الخشم مرة مكان الكونتور الكريمي. باخذ شارمر من الباليت مالي، بحط شارمر
في هالمنطقة في النص هني. فرشاتي رقم 13 لاتينا تحت العين. أشبكه مع اللي فوق. الحين أخذ فلامينغو من الباليت مالي مع فرشاتي رقم 7 وأحط فلامينغو. شوفوا نظافة الميك اب ونظافة البشرة إذا سويتوا هالستبس، مرة مشيتوا خطوة بخطوة بتطلعون بهذه النتيجة. كل المنتجات اللي استخدمتها حطيت لكم إياها، ما في منتج ما حطيت لكم إياه مع البرش ست يعني لنسوا الباب. فصدق إذا مشيتوا على التكنيك هذا بتطلع نظافة الميك اب كذي عندكم. بس خلكم على الخطوات حبة بحبة، يعني ركزوا، لا تستعيلون عماركم بهذا الشي، بالذات إذا أنتي مبتدئة. خذي راحتك عادي. باخذ الحين فرشاتي رقم 8 بس أطبطب شي شوي عشان إذا في بلشر ارتفع ينزل. ماسكارا تحت العين، حلو لو حطيتوا شي شوي جلتر تحت العين. طبعا أنا بركب رموش طرف، بس بسوي سكيب على الخطوة هذه. سراويكم بدون رموش. شوي بنور المدمع شوية. آخذ بعد فرشاتي رقم 15 تختفي. فرشاتي رقم 15 باخذ تشارمر أو جولدن ميكس مع بعض عشان ما أزعل حد، وأنور هني شوي. شوفون الباليت كيف بيجمنت هني شوي. شوفون الباليت كيف بيجمنت، ما شاء الله الباليت مالي. لحقوا عليه قبل لا يصير سولد اوت، بعدين تقعدون تسألوني عنه متى بيرجع متى بيرجع. خذوه والله يجنن. الحين حق الشفايف استخدم سبايس، محدد سبايس من ماك. ايوه بحدد شفايفي. احط حبة خال. اوكي، واستخدم حبيب الشعب اللي ردة توفر اونلاين، اللي ما ادري شو الحرب اللي صارت عليه، كيكو 103. حطه رد اونلاين، بحط لكم اياه. حطه كذي. بحط
فوق الجلوس، بس مش الحين بعد ما اكل. وبكذي حبايبي اكون خلصت التوتوريال. ان شاء الله استفدتوا واستمتعتوا معايا. دايما خلوا التوتوريال هذا مرجع حقكم، تبون تزيدون شي، تبون تغيرون شي، تبون توقفون عند بوينت معينة، على راحتكم. انا بس اخر شي بحط الجلوس السايد الثاني من كيكو واكون خلصت. شو رايكم؟ هذا هو الفاينل لوك. بنات توني اشيك على البوتيك، فارنا رجع الجهاز اللي حق المساج حق الوجه، الفيس واش،